رسالة الرب لقلوبنا معا في هذا الاجتماع موضوعها ولبطرس أو المحبة التي لا تسقط أبدا. وأقودنا إلى الكلمات التي جاءت في العدد 7 من الأصحاح 16 من إنجيل مرقس. لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. وبالتحديد اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس. اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس. بطرس في الأصحاح 13 من الرسالة الأولى إلى كورنثوس سجل الرسول بولس بريشة الوحي المقدس أعظم وأدق المواصفات للمحبة الحقيقية، المحبة التي لا يعلوها أي شيء في الوجود، بل المحبة التي بدونها لا معنى للوجود على الإطلاق. فقدمها لنا في 14 وصفا جميلة متفردة، قال فيها أنها تتأنى وترفق، ثم هي لا تحسد، ثم هي لا تتفاخر، ثم هي لا تنتفخ، ثم هي لا تقبح، ثم هي لا تطلب ما لنفسها، ثم هي لا تحتد، ثم هي لا تظن السوء، ثم هي لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، ثم هي تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. وبالإجمال المحبة لا تسقط أبدا. وفي سفر نشيد الأنشاد الأصحاح 8 نرى وصفا آخر للمحبة الحقيقية المقدسة النقية، المحبة الآتية من فوق، المحبة السماوية، المحبة الإلهية، حيث يجيء القول: المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظى الرب، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. إلى أن يقول: إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. اقرأوا يا أحبائي هذه العبارات في وصف المحبة، وتأملوا في معانيها الجميلة، وأنتم تمتلئون إحساسا بأن هذه الأوصاف ما وجدت في الكتاب المقدس وما جاءت في صحائف الوحي إلا لتصف في المقام الأول محبة ذلك المحب الأعظم
الذي تغنت به عروس النشيد يوما قائلة: وعلمه فوق رأسي محبة. نعم يا أحبائي، فمن يتأمل في محبة ذلك السيد الأعظم نحو تلميذ من تلاميذه ما كان ينبغي أن يلقى من سيده غير الطرد والهجران، بل الطرح في زوايا الإهمال والنسيان، بعد أن أوقفته أفعاله الأثيمة في موقف المدان. تلميذ تنكر لعهوده وتباعد عن وعوده، وهو الذي وقف يوما يقول: يا سيد، يا معلم، يا رب، إن أنكرك الجميع أنا لا يمكن أن أنكرك. ينبغي أن تعرف بأن بطرس يختلف عن يوحنا، أن بطرس يختلف عن متى، أن بطرس يختلف عن توما، أن بطرس يختلف عن يعقوب، أن بطرس يختلف حتى عن أخيه هندراوس، أن بطرس يختلف عن الجميع. إن أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، حتى إن اضطررت أن أمضي معك إلى السجن. لا، بل قل أكثر، إن اضطررت أن أمضي معك إلى الموت لا يمكن أبدا أن أنكرك، لا يمكن أبدا أن أتخلى عنك. قال بطرس هذا ردا على تصريح يسوع: إن واحدا منكم سينكرني. ولرقة شعور يسوع ما حبش يحدد هذا الواحد ولا يعين هذا الواحد، كأنه بيقول: خليها يا بطرس مستورة، أنا الذي أعرف كل شيء، أبدو وكأني لا أعرف شيئا، لا أريد أن أحرجك بين الجماعة. وبدأ كل واحد منهم يقول: أنا يا سيد، أنا يا سيد. أما بطرس فلم يكتفي أن يسأل السيد ولا أن يسأل التلاميذ، بدأ في موقف كأن المسألة مش محتاجة لشك ولا إلى تساؤل. أنا أختلف، أنا من نوعية أخرى، أنا من طينة أخرى، أنا في موقف آخر، لن يمكن أن تجعلني في عداد هؤلاء أبدا. عندما يهرب الكل ويتخلى الجميع ستفتح عينيك يا سيد، فلا تجد في الأرض من حولك إلا شخص واحد، هو سمعان بطرس. الحق أقول لك يا بطرس أنك قبل أن يصيح ديك تنكرني 3 مرات. يا له من أمر رهيب. وكذب بطرس وصدق السيد. وهناك بدأ بطرس طريق الارتداد والابتعاد بأن تبع سيده من بعيد، ثم بعد ذلك هرب مع الذين هربوا، وكأنما هو أراد أن يمسك بالعصا من طرفيها، فذهب هناك واندس بين الجمهور الغفير، ثم جلس بين الخدم هناك في الفناء الخارجي، يصطلي على النار التي أوقدها الخدم، وهو يبصر سيده من بعيد يحاكم لأجله أمام من لا يستحق. وبعد ذلك جاءت جارية في وسط الجمع كانت تعرف بطرس، قالت: وهذا أيضا كان معه. قال: صدقيني يا امرأة، لا أعرفه ولا يعرفني. طيب بلاش تقول إن هو ما يعرفكش، تكلم عن نفسك بس. هو لغاية دلوقتي ما تبرأش منك أبدا، وليس يعاملك بتسعيرتك، ثم أنت تقول لا أعرفه ولا يعرفني. حتى مجرد معرفة ما تعرفوش، ما قابلتوش، ما شفتوش،
ما عشتش معاه، ما أكلتش معاه وشربت، ده أنت حتى أكثر الكل كنت ملازما له أكثر الجميع. ما ذهب إلى مكان إلا وكنت أنت معه. حين مضى إلى جبل التجلي يقول أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا. حين أقام الفتاة الميتة قيل ولم يدع أحدا يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا. وفي يوم من الأيام سألكم قائلا من يقول الناس إني أنا؟ فذكرتم أجوبة مختلفة، ثم نظر إليكم وقال وأنتم من تقولون إني أنا ابن الإنسان؟ فتطوعت أنت يا بطرس نائبا عن بقية التلاميذ وقلت أنا أعرف من أنت يا سيد، أنت هو المسيح ابن الله الحي. وقلت أو بالأحرى قال لك طوباك يا سمعان بن يونا، إن لحما أو دما لم يعلن لك، لكن مشيئة أبي الذي في السماوات. أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليه. هل نسيت كل هذا يا بطرس؟ أحقا أنت لا تعرفه ولا يعرفك؟ أما جمعك به لقاء؟ أما التقيت به في طريق عام؟ أما جلست معه ولو جلسة واحدة؟ أما سمعت كلاما من فمه؟ أما كنت واحدا بل مقداما لتلاميذه لا تعرفه ولا يعرفك؟ كانت تلك الجارية على قدر كبير من الذكاء، وقد التقطت منه كلمة صدقيني يا امرأة. ما انت ما تقدرش تتبرى منه 100%. لابد يسوع تارك فيك ريح، لابد أنك تختلف حتى عن بقية الآخرين. صدقني لولا يسوع بكيفية ما موجود في حياتك ما كنت تكون أنت ينبغي أن تشكره لأنه قد ميزك وميزني دون أن نستحق. على الأقل خلاك واحد تاني في وسط إخواتك وفي وسط بيتك وفي وسط ولاد أبوك وأمك تختلف. يسوع جعلك، جعل لغتك تختلف، جعل بيتك يختلف، جعل حياتك تختلف. صدقني حتى جعل لبسك يختلف، كلامك يختلف، جلساتك تختلف، حياتك تختلف، نومك وقيامك تختلف. لن تستطيع أن تتبرأ من يسوع المسيح لأن آثاره تقطر دسما في حياتك. لماذا أنت تتبرأ منه وهو قد صنع بك جميلا كبيرا وإحسانا عظيما؟ قال يعني أنت خلاص كشفتين. طب أنا عندي طريق، أنا عندي أسلوب، أنا هوريك فعلا إنه لا أعرفه ولا يعرفه. اسمع يا ولي، كل اللي يعرف يسوع ما يشتمش، وكل اللي يعرف يسوع ما يحلفش. عاوز أكرر الحتة دي لأنه كتار بيدعوا إنهم يعرفوا يسوع وحلفين وشتمين. أيها المسيحي أنت تجلب العار على يسوع وأنت بتحلف في السوق. كلمة الله تقول إنه لا حلافين يرثون ملكوت الله، وأنت بتدب كل يمين ويمين واسمك نصراني واسمك مسيحي. أنا هقول لك أقدم لك كلام يؤكد إن لا أعرف يسوع ولا يسوع يعرفني. فابتدأ يعمل إيه؟ يلعن ويحلف، يلعن ويحلف. إنما بطرس أراد أن يقول اللي عاوز يتبرى من يسوع، اللي عاوز يتأكد للدنيا إنه ما يعرفش يسوع، يلعن ويحلف. ابتدأ يلعن ويحلف. حتة يلعن دي أنا محتار فيها. يعني هي مش مذكورة كده وبس، طبعا علشان يثبت إنه ما يعرفش يسوع ولا يسوع يعرفه.
ولا في صداقة ولا مودة ولا معرفة. فكركم لما ابتدأ يلعن كان بيلعن مين فكركم؟ يا له من أمر عجيب، يا له من أمر غريب. أنت يا بطرس تلعن وتحلف، وصلت إلى هذا الدرج. إخوتي أخواتي، لا كبير على الخطية إن لم تحفظنا نعمة الله. أقول هذه الكلمات مليون مرة وأشعر أني لم أقل إلا الكثير. ما لناش حماية، ما لناش سندة، ما لناش قوة، ما لناش رفعة راس، ما لناش حياة مقدسة نقية إلا في الارتماء على الرب. هي النعم بس. لا تقول لي مدارس ولا كنايس ولا عقائد ولا ناس ولا عيلة ولا ثقافة. هي النعمة. مفيش نعمة لو حطوك في برطمان معقم في كاتدرائية في كنيسة وقفلوا عليك، مفيش فايدة. بالنعمة تنتصر في قلب الجحيم، من غير نعمة تسقط وانت في السماء. نحن في حاجة إلى هذه النعمة، وهي دي اللي كان بيعنيها الرب يسوع وهو يأتي إلى تلاميذه في البستان ويقول لهم: الساعة واحدة غلبكم النوم، اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. يلي نسيت الصلاة، يلي نسيت الصلاة، يلي وقفت مهزوم الآن لأنه لا توجد قوة تسندك، اسهروا صلوا لئلا تدخلوا في تجربة. ظن بطرس أنه مش محتاج للصلاة. يذكر لنا الكتاب أنه تداركها بعدين، فقال في إحدى رسائله: اسهروا اسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. قولوا لي إنه الشيطان ممكن يبلع مؤمن، يبلع ونص. في ناس بينكروا إن المؤمن مش ممكن يرتد، ده يرتد ونص، وإلا تبقى كل التحريضات والتحذيرات في الكتاب المقدس ضد الارتداد تهويشات. الكلام ده مش مكتوب لخطاة، ده مكتوب لمؤمنين، ومكتوب من واحد جرب. واسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أيها الإخوة اسهروا لأن إبليس خصمكم. اللي هم إبليس خصمهم دول مؤمنين ولا أشرار؟ لازم مؤمنين، وما الخصم منين؟ كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. الشيطان عنده استعداد يبلعك عن طريق السوء، يبلعك عن طريق العين، يبلعك عن طريق الفكر، يبلعك عن طريق اليأس والفشل، يبلعك. الشيطان لا يشفق عليك. اسهر، ارتمي على يد حبيبك. أما بطرس فقد نسي هذا ومضى إلى المتاهات البعيدة. يا للأسف، هل تستغربون لهذا؟ إنما أدعوكم لكي تستغربوا له. وما هو أعجب؟ ما هو موقف السيد بعد ذلك من هذا البطرس عندما قام من الأموات؟ ماذا كنتم تتوقعون؟ أول شيء يعمل تعديل في أسماء التلاميذ. بطرس ده كان مكتوب اسمه في أول أسماء التلاميذ. لما تقرأ قائمة الاثنى عشر في إنجيل متى يقول لك الأول هو سمعان بطرس. إن المتوقع والمنتظر إن شخص الرب يشطب على الاسم ده، يطلعه زي ما طلع يهوذا، يطلع هو كمان. 10 من غيره أحسن من وجوده في وسطهم، أو على الأقل يزحزح مكانته شوي، يخلي ترتيبه نمرة 10 حتى 9 8 حتى يخليه نمرة 4 حتى 2. لك الحمد يا يسوع. يقوم يسوع من الأموات
ويكلف الملائكة بأنه عندما تأتي المريمات وهو يعرف ماذا سيحدث، تكون الرسالة التي تكلف بها المريمات لحملها إلى سائر التلاميذ: اذهبنا وقلنا لتلاميذه، والمين بالذات؟ ولبطرس. اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس بالذات. الكلام ده اتقال للملائكة، والملائكة قالوه للمريمات، والمريمات قالوه للتلاميذ، والتلاميذ قالوه لبطرس. كأنما يسوع طلع نشرة في السماء وفي الأرض أمام الملائكة وأمام الناس: اذكر يا كل الوجود أن اسم بطرس لا يزال على لساني، أن محبتي لبطرس لا يمكن أن ينال منها شيء. شكرا لله إلى الأبد. ماذا نحن واجدون يا أحبائي في هذه المحبة العجيبة التي اختص بها الرب بطرس، ولا يزال يختص بها كل بطرس فينا. فمن فينا لم يكن بطرس في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان؟ قالوا بنا نتأمل في هذه الجوانب المباركة لهذه المحبة العجيبة الخالدة. أرى أولاً أنها المحبة التي تذكر أسماءنا، المحبة التي تذكر أسماءنا. هل تذكرون أن بطرس أنكر اسم يسوع؟ هل تذكرون أن بطرس حين ذكر اسم يسوع على فمه ذكره بالتجديف عليه؟ هل تذكرون أن بطرس أراد أن يقول للعالم أنه لا توجد صلة تربط بيني وبين يسوع؟ اسمعوا ماذا يقول يسوع، إنه يريد أن يقول للجميع: أنا لا أزال أذكر بطرس، أنا لا أزال أحب بطرس، أنا لا أزال أفكر في بطرس، أنا لا أزال مشغول ببطرس، أنا لا أزال أقيم جسور الشركة والارتباط مع بطرس. افهموا كلكم أن بطرس لا يزال يتمتع بذات المكان وبذات المكان. لاحظوا إن كلمة ولبطرس هذه لم ترد في أي بشارة أخرى غير بشارة مرقس. لم يذكرها متى في إنجيله، ولم يذكرها لوقا، ولم يذكرها يوحنا. حتى لوقا الذي عهدناه يكتب بالتدقيق كل شيء لم يذكره. البشير الوحيد اللي ذكر كلمة والبطرس دي ده كان مرقس. ويجمع جمهور المفسرين أن مرقس هذا كان أقرب شخص في الخدمة إلى بطرس، حتى أنه يذكره في إحدى رسائله قائلاً: ابني مرقس، ابني مرقس. ومرقس يتهيأ لكتابة إنجيله بوحي الله، ونحن لنا إيمان خاص في الوحي في غير ما يفهمه الغير، إن الرب يجرد الذين يوحى إليهم من العقل والفهم والإرادة، لا يكتفهم ويمليهم غصب عن عينهم. ما عندناش دي، عندنا الوحي إن الرب يقدس العقل الإنساني ويساق من الروح القدس. يبقى اللي بيكتب إنسان، واللي بيفكر إنسان، واللي بيحس إنسان، لكن كل تفكيراته وأحاسيسه البشرية مسوقة بالروح القدس. نفس بطرس قال كده: لأنه لم تأتي نبوة قط
بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله. أناس الله اللي اتكلموا ولا مكان اللي اتكلم؟ لا، أناس الله. أناس الله هم اللي اتكلموا، بس مسوقين من الروح القدس بوحي الله. ومرقس يكتب إنجيله، اقترب منه بطرس: أتسجل للناس وقائع القيامة يا ابني؟ نعم يا سيدي. تكتب لهم عن محبة يسوع العجيبة؟ نعم يا سيدي. تذكر لهم أحداث قيامته المباركة؟ نعم يا سيدي. وأنت تسرد عليهم أمر قيامته ورجوعه إلى الذين له. أرجوك ألا تنسى الرسالة التي بعث بها في صبح القيامة. أنت لا تدري يا مرقس يا ولد كم أن هذه الكلمة خلقتني من جديد، كيف أنها رفعتني من جديد. لا شك أنها ستلقى بطرسيين كثيرين تنكروا له. من خلالها أريد أن أقول لكل بطرس أن يسوع لا يتخلى عنك مهما كانت أخطاءك ومهما كانت عيوبك. إذا بالبشير مرقس يسجل هذه الكلمة: اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس. بعض التقليديين يذكرون أن بطرس عاش عمره كله لغاية ما مات. كل ما يسمع صياح ديك يعيط، إن صاح ديك في النهار يعيط، إن كان نايم في أحلاها نومة وديك صاح يعيط، إن مشي في وسط الريف وديك ماشي في السكة وصاح يعيط. أنا مش عاوز أتصور بطرس بالطريقة دي. أنا عاوز أتصور إنه بطرس كل ما كان يسمع صياح ديك كان يهلل هللويا، لأنه إن كان صياح الديك يذكره بخطيته، فإن هناك محبة سيد له تذكره بغفرانه العجيب والعظيم له. تعرفوا ليه؟ لماذا عندما ذهب الملاك إلى بيت كرنليوس وقال له إن صلواتك وصدقاتك قد صعدت تذكارا أمام الله، قال له بعد كده: أنا مهمتي انتهت عند هذا الحد، لكني أريدك الآن أن ترسل وتستدعي شخصا اسمه سمعان بطرس، نازل عند رجل دباغ في المكان الفلاني، هذا يقول لك كلام به تخلص. عاوز أجيب لك أخصائي في الحديث عن الخلاص والنعمة ومحبة الرب والغفران واتساع صدره. روح لبطرس. أنا يا عمي لا أخطيت ولا عرفت الخلاص ولا الغفران، لكن واحد شبع خطية وشبع غفران من سيدي. ارسل واستدع بطرس، هذا يقول لك. وده اللي كان في ذهن السيد. سمعان سمعان، وذا الشيطان طلبته لكي يغربلكم كالحمل، لكني أنا شوف عند الحتة دي الشيطان طلبكم بالجملة، لكن أنا بصلي من أجلك فرادي كده، لكني طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ترجع تاني، هتعود تاني. ثبت إخوتك. أثبتهم إزاي؟ قل لهم عن اللي عملته معاك. أنت مش شايف بعد ده كله كيف أظهرت محبتي الشاملة والكاملة لي؟ لو أن بطرس وقف أمام شخص أنكر المسيح وتنكر له، فكركم قول له إيه؟ اسمع، أنا أخوك في العملية، أنا رئيس المنكرين، لكن محبة يسوع كانت أعظم من كل شيء. تعالى، إنه أكبر من خطيتك، إنه أكبر من كل شيء. قال أحد الأشخاص: لو حصل نهضتين في بلد واحد وأرسلت إعلانات لكل الكنائس إنه فيه نهضتين مقامتين
في الكنيسة الفلانية نهضة، وفي الكنيسة الثانية في المكان الفلاني نهضة. النهضة الأولانية بيوعظ فيها الملاك ميخائيل، والنهضة الثانية بيوعظ فيها الأخ بطرس. قال أسيب النهضة بتاعت ميخائيل واروح للنهضة بتاعت بطرس. السبب قال لي إن بطرس هو الأقدر أن يحدثني عن حب سيد العجيب الذي به أحبني